يا ميت مسا على الحبايب اللي منورني والشوق في قلوبهم دايب. بسم الله نبدأ المشوار، وبسم الله نفتح للجمال ألف باب، ونصلي على النبي المختار اللي بذكره القلب بيطيب ويهاب. اللهم صلي وسلم وبارك عليه. أنا ملك وجايلكم، وفي إيدي صندوق من الحكايات، حكايات بجد تخلي العقل يدور. قررت أفتح ليكم قلبي وأفرش ليكم بالفرحة والسرور. قناتنا حكايات ملوكة، عشق وحكاية في كل رواية. وما تنسوش إن انتم هتنورونا، وبتفعيل الجرس تسعدونا. حكايتنا جاهزة يا أغلى الناس، يلا بينا نعيش الإحساس. بابا الحق، هند مش موجودة في الأوضة. يعني ايه؟ العروسة هربت وسابت الخطوبة؟ في مكان تاني. فاقت هند، لقت نفسها مربوطة وشخص قاعد قدامها. انا فين؟ اهلا بيك يا هند، نورتي فيلتي. دكتور حمزة، أنا فين؟ وإيه اللي جابني هنا؟ وإنت بتعمل إيه هنا؟ واحدة واحدة يا حلو، هجاوبك على كل أسئلتك. حلوة؟ إيه الطريقة دي يا دكتور؟ لو سمحت روحني لأهلي، أنا خطوبتي النهاردة ولازم أرجع. انت مش هتتحركي خطوة، حتى أهلك من هنا ورايا انت بتاعتي وملكي، ومش هسمح لأي حد ياخدك مني، انت سامعة؟ أنا مش فاهمة أي حاجة. إيه الكلام ده يا دكتور؟ أنت أكيد بتهزر، صح؟ لا مش بهزر، انت شايفاني بهزر معاكي ليه؟ هعيل معاكي ولا ايه؟ يعني إيه الكلام ده طيب؟ يعني انت هتبقي مراتي وكلها 10 دقايق والمأذون يوصل هنا ويكتب كتب كتابنا. لا لا، إزاي؟ مستحيل ده يحصل، ده على جثتي. خلاص يبقى على جثتك هيحصل، سواء انت عايشة او ميت هتجوزك يا هند، مش هتبقي لحد غيري. قفل الباب وساب هند قاعدة في حالة صدمة وبكاء. بعد نص ساعة دخل حمزة. في ايه يا عروس؟ في حد يعيط يوم فرحه؟ أبوس إيدك يا دكتور حمزة، ما تعملش كده. أنت عارف إني مش بحبك، ومتأكد إني بحب رامي، صح؟ اياك تجيبي سيرته تاني على لسانك، انت سامعة ولا لا؟ انت ملكي انا وخلاص، المأذون وصل، ويلا قومي معايا عشان تلبسي الفستان اللي انا شاريه ليك علشان فرحنا. مش هتجوزك، انت واحد مختل. انت ازاي تسمح لنفسك انك تخطفني بالطريقة دي، وكمان عاوز تتجوزني؟ ومش هيحصل يا دكتور حمزة. وعلى فكرة انت قبل كده جيت اتقدمت لي وانا رفضتك، وانا متأكدة ان رامي هيجي يخلصني منك. قلت ليكي قبل كده اياكي تجيبي سيرته تاني على لساني، ومش بيحب. لا بيحبني وهجيب سيرته؟ انت ايه يا اخي؟ ده انا حتى طالبة عندك، المفروض تعاملني احسن من كده. قدامك بالظبط 10 دقايق وتكوني جاهزة، والدادة فتحية هتساعدك. يا دادة يا دادة. أيوة يا بيه، تحت أمر. 10 دقايق وتكونوا تحت، ده الفستان المفروض تلبسيه، ولو اتأخرتي أكتر من كده مش هيحصل كويس، مفهوم؟ مفهوم يا بيه. خرج حمزة من الأوضة وساب هند مع الدادة فتحية. يلا يا بنتي علشان المأذون وصل. مش عاوزة ألبسه ولا عاوزة أتجوز، لو سمحتي. انت شكلك ست طيبة، والنبي هربيني من هنا وكسبي فيا سواه. أنا مش بحبه، أنا خطوبتي النهاردة. والله يا بنتي ما هينفع تهربي، الحرس كتير بر، ولو حمزة بيه شافك هيقلب الدنيا أكتر وأكتر، وأنا عاوزة مصلحتك. هو طيب بس والله الدنيا هي اللي جبرته يبقى على كده. يعني ايه؟ ما بقاش بني آدم، بقى وحش. قومي يا بنتي الله يهديكي، علشان لو رجع وشافك مش لابسة الدنيا هتقلب عليكي. في مشهد تاني في بيت هند. يعني ايه بنتي هربت؟ دورولي عليها. ازاي؟ هند بتحبني واستحالة تعمل كده فيا، معقول تكون قاصدة تكسرني وتفضحني قدام كل الناس؟ انا بعتذر ليكم كلكم عن اللي حصل، ويا ريت كل الحضور تتفضل الخطوبة اتأجلت. الكل مشى ما عدا رامي وعائلته. انا استحالة امشي غير لما افهم كل حاجة. هند فين يا عمي؟ والله يا ابني علمك مش عارف راحت فين، رغم انها هي اللي كانت مصرة على الخطوبة وانا كنت رافض.
أنا ماشي، بس قسما بالله ما هعدي الموضوع والفضيحة دي على خير. انتوا مش عارفين أنا مين ولا إيه؟ يلا يا ماما، المكان ده مش مكاننا. في مشهد تاني في بيت حمزة، بارك الله لكما وجمع بينكما في خير. وهنا يا حبايب قلبي بنقفل كتابنا وبنقول سلام، بس حكايتنا لسه مخلصتش، ليها باقي وفاضل كلام. الجزء الأول خلص وشوقكم في القلوب قايد ونار، بس الجزء الأخير جاي وفيه العجب كله وأهم الأسرار. هتشوفوا لف ودوران وحاجات بجد تخلي العقل يحتار. اوعوا تروحوا في أي حتة واستنوا الحكايات اللي دايما بتشعل الأفكار. اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم الإعصار، واستنوني في الجزء التاني عشان نكمل المشوار. وفي أمان الله نسيبكم يا أحلى وأغلى زوار. مساء الورد على أحلى حضور، ومساء الحب على قلوب كلها نور. وصلوا على النبي يطيب الكلام، ونور الفيديو بلايك يزيد الجمال، واشتركوا في القناة نكمل المشوار من أول كلمة في الحكاية لآخر الأسرار. كل رواية ليها باب ومفتاح، وورا كل باب حلم ونجاح. يلا نفتح كتاب الحكاية من جديد ونسافر سوا لعالم بعيد. ويلا بينا نسرح في الخيال في مملكة ملوكة للقصص الكاملة من البداية للختام. كل صفحة فيها سر وحكاية، وكل سطر ينور أجمل رواية. خدوا مكانكم والحكاية هتبتدي، واللي جاي فيها عمره ما هيتنسي. ويلا بقى ندخل روايتنا ونقول بسم الله نبتدي. ساعتها وفجأة باباها دخل عليها. ازيك يا نور، عاملة ايه؟ تمام يا بابا، الحمد لله. خير، في حاجة ولا ايه؟ انا كنت جاية اقولك انك تبتدي تجهزي نفسك. اجهز نفسي ليه؟ احنا هنسافر ولا ايه؟ لا يا نور، انت هتتجوزي. لا طبعا، مستحيل اتجوز حد معرفهوش. لا هتتجوزي ورجلك فوق رقبتك. يا بابا انت ليه بتعمل فيا كده؟ انا من ساعة ما جيت الدنيا دي وانا ايامي كلها زفت، مفيش يوم عدل، وكمان عاوز تجوزني بالعافية. يا نور انا اصلا بكرهك، انت عقبة في حياتي. ليه طيب؟ انا عملتلك ايه؟ انا مش بحب خلفة البنات، انا كنت عايز راجل. طيب وانا ذنبي ايه في الموضوع ده؟ انا ماليش دعوة، هتتجوزي يعني هتتجوزي، وده اخر كلام عندي. حاضر يا بابا، اللي انت عايزه. باباها خرج من الأوضة وقامت غيرت هدومها عشان تروح الجامعة. في مشهد تاني في الصالة عند مامتها. صباح الخير يا ماما. صباح النور يا قلب ماما. ماما، أنا رايحة الجامعة، عايزة حاجة؟ مالك يا بنتي، انتي زعلانة من حاجة؟ يا ماما بابا عايز يجوزني غصب عني، وانا مش هقدر ارفض. ده ازاي ان شاء الله؟ مفيش جواز يعني مفيش جواز. طيب يا ماما سلام دلوقتي عشان اتأخرت قوي. مع ألف سلامة يا حبيبتي. في مشهد تاني في الطريق، ولد عمال بيرخم عليها. ايه يا قمر، ماشية لوحدك ليه؟ احترم نفسك يا حيوان انت. مين اللي حيوان؟ انت اتجننتي؟ ولسه هيضربها، لقيت حد مسك ايده. انت ازاي تمد ايدك على بنت؟ انت اتجنيت ولا ايه؟ وانت مالك؟ انا امد ايدي براحتي، هي تقرب لك؟ ايوه تقرب لي، وابعد عنها بدل ما اقطع لك ايدك. خلاص يا عم انا ماشي. خلاص هو مشي، تقدري تمشي دلوقت. بجد مش عارفة اشكرك ازاي. لا عادي، اتفضلي. في مشهد تاني في الكلية، كانت واقفة نور مع صاحبتها ياسمين. هاي يا ياسمين، عاملة ايه؟ اهلا، ايه التأخير ده كله؟ ده المحاضرة خلصت. يوه، طب ايه الحل في المحاضرة اللي ضاعت دي يا ياسمين؟ اهي يا ستي، ولا تزعلي نفسك. هو انا قلتلك قبل كده انك اختي ولا لا؟ الصراحة لا. طيب وحياة ربنا انتي اكتر من اختي.
طب احكي لي يا ستي، ايه اللي خلاكي تتأخري كده؟ تعالي نروح كافيه وهحكي لك. في مشهد تاني في الكافيه. بصي يا ستي، بابا جه قال لي إن عايز يجوزني وأنا رفضت، بس قال لي هتتجوزي غصب عنك. وبعدين لبست ونزلت، وأنا ماشية كان في واحد بيضايقني وكان عايز يمد إيده عليا، بس جه ولد قمر جدا بهدله وفضل يضرب فيه، وأنا كنت فرحانة قوي. وانتي من امتى بتعجبي بحد كده يا ست هانئ؟ مش عارفة، بس أنا حبيته قوي. طيب ازاي حبيتيه وأبوك هيجوزك بالعافية؟ مش عارفة. ومرة واحدة بصت لقت الولد واقف من الناحية التانية. ياسمين ياسمين الحقي، في ايه يا مجنونة مالك؟ الواد اللي بقولك عليه اهو، بجد هو ده اصلا معانا في الجامعة هنا. طيب وانتي عرفتي ازاي؟ ده كل البنات بتموت فيه، بس هو تقيل شوية. اصلا ازاي وقف واتكلم معاكي كده؟ ده اي بنت بتيجي تكلمه بيسيبها ويمشي. احلفي. ايوه والله. ممكن يكون اعجب بيا. يا بت وطي صوتك عالي قوي. طيب هو اسمه ايه؟ اسمه يوسف. طب يلا بينا ندخل المحاضرة. ماشي يلا بينا. في مشهد تاني في المدرج، يوسف كان واقف معاهم. كنتوا فين ان شاء الله؟ معلش يا دكتور، كنت تعبان شوية. طيب اتفضل ادخل. طب وانتوا؟ اسفين يا دكتور، اخر مرة. تمام اتفضلوا. نور كانت مركزة مع يوسف، فجأة الكتاب بتاعها وقع ولسه هتجيبه، لقيت حد بيديهولها وبيقول لها اتفضلي يا قمر. شكرا. العفو، على ايه يا قمر؟ لو سمحت ممكن تبعد عني شوية، أنا مش بحب المشاكل. ليه؟ مين بس جاب سيرة المشاكل؟ أنا بصراحة معجب بيكي. وأنا مش معجبة بحد، لو سمحت سيبني في حالي. حد يسيب الأمر ده ويمشي؟ وفجأة يوسف طلع لهم بره. ايه يا نجم، ما تحترم نفسك. يا عم انا بحبها وهي مش موافقة. خلاص هي مش موافقة، سيبها بقى. لا انا مش هسيب حد، وابعد كده. مسك نور من ايديها جامد. لا بقى انت الادم مش بينفع معاك. يوسف فضل يضرب فيه لحد ما الولد وقع على الارض، كان بيطلع في الروح. خلاص خلاص بقى كفاية، انا هموت، انا اسف. وغور من وشي بدل ما يبقى موتك النهارده. انت بجد انسان محترم. هو ده اللي المفروض كل الولاد يعملوه، بس دي ناس قليلة الأدب. بجد شكرا جدا يا يوسف. ايه ده، انت عرفتي اسمي ازاي وأول مرة أشوفك؟ أصل عادي سمعت اسمك. لو حد تاني كلمك قولي يا يوسف وهتلاقيني قدامك على طول. بجد شكرا جدا ليك، شكرا. أنا في مشهد تاني في بيت نور بعد ما اليوم خلص. ماما أنا جعانة. ايه يا بنت المجانين، خضتيني. طب يلا يا ماما انا جعانه. حاضر يا بنتي، هحضرلك الاكل اهو. تمام يا ماما، هطلع اغير هدومي لحد ما تخلصي الاكل. طلعت نور الاوضه، لقيت باباها قاعد على السرير. ايه يا بابا، خضتني، قاعد ليه كده؟ سيبك من لعب العيال ده، المهم انت فرحك خلاص الشهر الجاي. يا بابا حرام عليك، والنبي انا مش عايزه اتجوز. الكلام في الموضوع ده خلص، وكلام هيتنفذ غصب عنك. حاضر يا بابا. باباها خرج من الأوضة وفجأة الموبايل بتاعها رن. ألو، مين معايا؟ أنا يوسف. إزيك يا يوسف، عامل إيه؟ أنا تمام الحمد لله، إنتي أخبارك إيه؟ أنا كويسة جدا. أنا شكلي كلمتك في وقت مش مناسب. لا لا طبعا، أنت ترن في أي وقت، كفاية اللي عملته معايا النهاردة. أنا ما عملتش حاجة، دي أقل حاجة ممكن أعملها معاكي. طيب وأنت جبت رقمي منين؟ مالكيش دعوة، أنا اتصرفت وجبته. طيب وأنت إيه اللي خلاك تكلمني أصلا؟ أنا سمعت إن أنت ولد جامد وكل البنات عايزة تكلمك، بس أنت مش بترد عليهم. بصي، موضوع كلمتك ليه هتعرفيه بعدين. أنت غير كل البنات، أنت مختلفة عنهم. شكرا جدا ليك. هو أنت جاية بكرة الجامعة؟ أيوة هاجي إن شاء الله. تمام كويس، ممكن بقى نتقابل هناك؟ تمام. أوكي،
باي. عايزة حاجة؟ عاوزة سلامتك. مع السلامة. في مشهد تاني في الصالة، مامة نور كانت قاعدة مع جوزها. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ البنت هتتجوز يعني هتتجوز. يا اخي حرام عليك، سيب البنت في حالها. مفيش حاجة اسمها أسيبها في حالها. طيب بالراحة، انت عاوز منها ايه؟ عاوز تجوزها ليه؟ عشان أنا بكرهها وعايز أخلص منها. غير كده الولد اللي هيتجوزها غني قوي وهيرفعنا لفوق. حرام عليك، انت بتبيع البنت عشان الفلوس، دي اخرتها. وأبيع أي حد عشان الفلوس. منك لله يا اخي، منك لله. نور غيرت هدومها وفضلت تذاكر طول الليل. تاني يوم في مشهد تاني في الكلية. هاي يا ياسمين. ايه ده يا بنتي، انتي مش قلتي مش هتيجي النهاردة؟ لا، لازم اجي النهاردة. ليه؟ يوسف كلمني. احلفي. ايوه والله كلمني وقال لي اني مختلفة عن باقي البنات وعاوز يقابلني النهاردة. اوبا، دي شكلها في فرحة قريب. قولي يا رب. صح يا نور، شفتي اللي حصل امبارح؟ في ايه؟ ايه اللي حصل؟ بعد ما مشيتي من هنا امبارح وانا مروحة، عديت من جنب يوسف وسمعته بيتكلم عليكي. بجد؟ ايوه والله، وفضل يتكلم عن اخلاقك وادبك واحترامك. انا فرحانة قوي. الحقي، يوسف بيرن عليا اهو. الو، ازيك يا يوسف؟ تمام الحمد لله. فينك يا نور؟ أنا بدور عليكي. تمام، روح على الكافيه وانا جاية اهو. تمام مستنيكي. وقفلت نور مع يوسف. باي يا ياسمين، عايزة حاجة؟ باي يا قلبي. نور دخلت الكافيه، لقيت الكافيه مليان ورد وفي ناس كتير بتسقف وبتصور. واو، إيه رأيك؟ بجد تحفة قوي، أنا فرحانة موت. دي أقل حاجة ممكن تتعمل لك. اتفضلي اقعدي. شكرا.